ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض القرص بالقرفة والسكر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. من كتر حلاوتها مش هتجيبيها تاني من بره، وسهلة. هي تتعمل بالمية بس، مش مكلفة خالص، والنتيجة هتعجبكم. نتيجة هايلة. هتملي البيت كله بالخير. من كيلو دقيق بس هتعملي الكمية دي كلها، وهتطلع معانا بالشكل ده، قطنية وجميلة جدا، وما خدتش معانا اي مجهود، ولا خدت معانا مقادير كتيرة، وموفرة. تنفع بقى طبعا تقدميها في الفطار مع كوباية شاي، او على العشاء برضو مع كوباية شاي بالحليب. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف مقاديرنا ايه. انا معايا حوالي كيلو دقيق، ومعايا باكو خميرة فورية ما يعادل كده معلقة ونص. هحطه واحط عليه معلقة سكر كبيرة، وهزود عليه بقى كوباية مية. المية تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش سخنة قوي عشان الخميرة بتاعتنا تبقى حلوة ما تموتش معانا، لان المية السخنة قوي ممكن تفسد الخميرة. هنركنها بقى على جنب لحد ما تتخمر. هنضيف بقى على الدقيق بتاعنا معلقة كبيرة بودر، ومعلقتين سكر، بقية المقادير الجافة، وربع معلقة ملح. وهنقلب بقى المقادير كلها مع بعضها بالشكل ده. طبعا الدقيق نخلينه كويس. انا معايا بقى كوبايه الا ربع زيت على سمنه. ممكن تحطي سمنه بس، ممكن تحطي زيت بس انا بحب الميكس ده، بيبقى حلو قوي في المعجنات. هقلبها بقى الاول كده بالمعلقه، وبعدين بقى نستعمل ايدينا لحد ما تبقى عامله زي حبيبات الرمل كده. دي تشرب كويس قوي من السمنه ومن الزيت. وصلت معانا للمرحله دي بقى هننزل بالخميره. الخميره خلاص اهيت. الخميره اشتغلت حلوه قوي. انا كده حطيت كوبايه ميه اللي هي بتاعه الخميره اللي عليها السكر، وهحط كوبايه كمان. لو حطيت ميه تانية هقول لكم برضو بعد ما نخلص خالص. خلاص بقى احنا كده لازم نستعمل ايدينا. هنعجنها حوالي 10 دقايق عشان العجينه تطلع معانا حلوه ومظبوطه. هي عجينه طريه مش بتلزق، ملمسها ناعم. هضيف بقى معلقه خل، دي اخر حاجه، اخر حاجه في المقادير بتاعتنا. معلقه الخل دي بتخلي العجينه فاتحه وحلوه. هحط بقى حبه زيت صغيرين في الطبق وعلى وش العجينه من فوق كده، وهغطيها بستريتش او بكيس تلاجة المتوفر، وعليها فوطه، وهسيبها بقى تخمر. الجو طبعا اللي احنا فيه دوت هتطول شويه في التخمير، ممكن تاخد لها ساعه، ساعه الا ربع. لو في الصيف مش هتكمل نص ساعه. هي خلاص اهيت بعد ساعه الا ربع كانت خمرت وحلوه قوي. عجينه حلوه وناعمه وطريه. هنكورها بقى بالشكل دوت، المقاس اللي انتوا عايزينه. ممكن تعملي كور اكبر اصغر زي الحجم اللي انتي عايزاه. معايا بقى كوبايه سكر عليها 3 معالق كبار قرفه. هقلبهم كويس كده مع بعض. ومعايا سمسم. سمسم انا مش عامله فيه اي حاجه، مش متحمر، زي ما هو كده. معايا معلقتين سكر كبار عليهم حبه ميه من الحنفيه عاديه خالص. ده علشان السمسم بتاعنا يلزق في القرص بسهوله. معايا بقى صاج انا دهناه زيت. هجيب بقى اول كرة انا عملتها افردها حاجة بسيطة خالص، وهحط فيها الحشوة بتاعتنا، معلقة السكر بالقرفة بالشكل ده. هقفل عليها كويس قوي. لو عايزة بقى تحطيها على الحلة بتاعتها كده هتحطيها، لو عايزة تفرديها شوية هتفرديها. هحطها بقى في المية اللي هي بسكر، واحطها في السمسم، واحطها في الصاج. هنعمل واحدة كمان مع بعض كده. نحط طبعا معلقة القرفة بالسكر برضو، نقفلها كويس ونحطها في المية بسكر والسمسم، وهنحطها في الصاج. انا حبيت افردها شوية كده، بس ان انت عايزة تحب تحطيها على وضعها برضو هي حلوة.
هنكمل بقى كل الكمية بنفس الشكل. طبعا الحشوة ديت زي ما انت عايزة، اختيارك انت، ممكن تزودي فيها، ممكن تحشي جبنة، ممكن تحشي عجوة. انا عملت تشكيلة طبعا عشان اللي مش عايز ده هياكل ده، بس هو الاساس بتاعنا احنا عاملين القرص بالقرفة والسكر. انا خلصت الكمية كده، هسيبها تخمر بقى. انا في الوقت ده شغلت الفرن على درجة حرارة 180. على ما تخمر هدخلها الفرن على طول، وهنكمل بقية الكمية اللي معانا. انا هحشي الكمية دي بقى بالجبنة، اي نوع جبنة انتوا حابينه هتعمليه. برضو دهنت دهنة خفيفة خالص الصينية بتاعتي اللي هحط فيها. بحط قطعة الجبنة واقفل عليها كويس قوي قوي برضو عشان ما تفكش. وهدهن بقى هدهنها بالمية واحطها في السمسم بنفس الشكل. خلص الكمية كلها برضو. موفرة جدا ومخدتش معانا حاجة خالص، وكل ما قدرنا من البيت بشوية مية وشوية دقيق هتعملي احلى حاجة، ما تخليش حاجة توقفك، ومن البيت بالخير والبركة، وفرحي اولادك. خلاص كده بقى انا خلصنا الكمية مع بعض كده. انا عندي الصاج اللي عملته في الاول خمر، هدخله الفرن على درجة حرارة 180 الرف الاوسط. هي اخدت معايا حوالي تلت ساعة، وبعد كده فتحت الشواية عليها مع الوش عشان تديني الوش الحلو دوت. اول ما تخرج من الفرن غطيها بفوطة مطبخ عشان تفضل طرية معاكي. هنقدمها بقى مع كوباية شاي حلوة قوي، تنفع للفطار وتنفع للعشاء، اولادك هيحبوها. هتقومي دلوقتي تعمليها من كتر ما هي سهلة، ما خدتش معانا وقت خالص. يلا مستنية ايه؟ يلا قومي اعمليها، ما تنسينيش في الدعوة الحلوة. لو الطريقة عجبتكم وعجبكم الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم في الله.